السلام عليكم. عندكم مثقفين هنا اللي انا عايز اتكلم عن محمد صبحي قوي. محمد صبحي قوي، يعني عارفه ايه؟ طبعا ضحك، بس ضحك مثقف. لو انت فاكر انك مش بتحب محمد صبحي علشان مش اخد حقه وما بيتقالش اسمه كتير جنب نجوم كبار زي عادل امام وسمير غانم، فاحب اقولك انك لو نكشت جواك شويه كده هتلاقي انك كده كده بتحبه. يعني لو انت من جيل الثمانينات او التسعينات زي حالاتي كده، فانت اكيد شفت يوميات ونيس اللي اثر في وجدان كل اللي تابعوه. مسلسل عائلي كوميدي بيتكلم مع كل الناس من اول مشاكل البلد اللي بيعرضها بشكل سياسي ساخر، كمان بيكلم الكبار والصغيرين وبيرسخ في اذهانهم الصح من الغلط. وحلقه عن الكذب بقى، حلقه عن النفاق، حلقه عن التفاصيل. انت لسه مدي محاضره لاولادك، يبقى اللي بتعمله ده اسمه ايه؟ وبابا ونيس، ماما مايسه. ولو ما شفتش عائله ونيس فانت اكيد في يوم خميس كده بعد اسبوع دراسي طويل وصباح بكره اجازه شفت القناه الاولى بالليل بتعرض مسرحيه اسمها الجوكر. ساعتها كنت اول مره تشوف المسرحيه واكيد انبهرت بكميه الضحك اللي فيها، خصوصا من شخصيه عم ايوب. اديتها امبارح السيسير تشتري 4 ترطل لحمه و20 بيضه وتدفع اكره الشقه، طمحت في الباقي طفشت. ولو مش بتحب الجوكر فانت اكيد شفت تخاريف. هل أنت من المؤيدين لي تأييدا مطلقا أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟ ولو لا برضه يبقى اكيد بتحب الهمجي. الراجل ماشي في الشارع بيكلم نفسه، الناس كلها أعصابها تعبانة حورية، المفروض نشيل بعض. اما بقى لو انت من جمهور محمد صبحي وبتفضل كوميديته وبتفهمها وبتدوب معاها كده زي البسكوت في الشاي بلبن، فانت اكيد الكاركتر المفضل ليك هو عرفة الشواف. نسبة عجز البصر كام في المية؟ 99.9%. 99.9%؟ أيوة، ما أنا ريس العميان. انا شخصيا بعشق الثلاثيه اللي عملها سنه 2000، كارمن وسكه السلامه ولعبه الست. انت كده مش بتغني، انت بتطلبي من ربنا. 3 مسرحيات خرافيين، ابهار، بس عايزين يوم بحاله عشان نتكلم عنهم ونفصص فيهم براحتنا. 3 مسرحيات مخلطين سياسه على اعاده احياء اعمال من التراث الفني، وطبعا الضحك كده كده مضمون. بس سيبك انت، مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه، لكن اساس الفيديو ده اني اقول لك لو انت فاكر ان محمد صبحي يعني مسرح بس وانه ملهوش في السينما، فحب اقول لك انك فايتك كتير، او بس ممكن تكون ناسي افلام مهمه وبتتميز دايما بالذكاء وبالافكار اللي بره الصندوق تماما. عندك مثلا فيلم العميل رقم 13، فيلم من الافلام اللي لو اتعرضت كل شويه هتشوفه وهتضحك في كل مره عادي جدا. بيلعب دور شريف، واحد من اكفأ موظفين الجمارك، وبيقع مع عصابه مخدرات، هم بيفكروا انهم جندوا له حسابهم، وفي نفس الوقت هو بيتعاون مع البوليس عشان يوقعوا العصابه. فكره الفيلم خفيفه مش عميقه خالص، لكن هتلاقي فيه تريكات ذكيه كتير، زي انه بيهرب كل مره من فخ انه يتكشف بطريقه ذكيه. عرفت اسمي منين؟ لقطت الحروف بتاعت اسمك اللي مكتوبه على شنطتك وانت جاي في العربيه. وانه بيكتشف ان الجنايني اللي في فيلة العصابه يبقى هو زعيم العصابه اللي بيدوروا عليه طول الفيلم. واصل الجناينيه اللي بيشتغلوا طول النهار في الارض والطين والميه، ايديهم بتبقى ناشفه وخشنه ومشققه مش زي ايدين سعادته. طب فاكر انكل زيزو حبيبي؟ على رايك يوضع سره في اضعف خلقه. يلا. وفيلم هنا القاهرة اللي كان عبارة عن تسليط الضوء على مشاكل القاهرة من زحمة بقى والروتين الحكومي المعقد ومشاكل كتير، حاجة كده نفس فكرة فيلم عسل اسود بس نسخة 1985. وافلام تانية كتير كلها افكار مختلفة، العبقري 5، علي بيه مظهر وال40 حرامي، الفلوس والوحوش، والشيطانة التي احبتني. الفيلم ده خطير، بيعمل دور صلاح ضابط شرطة بيطارد عصابة نشل بقيادة البروفيسور اللي بيعلم السرقة لافراد العصابة باحدث الاساليب. بص هتلاقي ماسك كتاب بالانجليزي وكاتب لهم بالانجليزي وجايب لهم روبوت عشان يتعلموا عليه السرقه. اي لمسه غلط من الدارس يديله على قفاه. المهم ان الضابط صلاح بعد ما بيفشل انه يقبض على العصابه دي بيحب عواطف بنت البروفيسور وبيتجوزها وبيبقى واحد منهم. أن أحافظ على أصول السرقة، أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون فل الفل. هتسألني وتقول لي طب ليه محمد صبحي فشل او ما كملش وما عملش افلام اكتر؟ هقول لك لا، الاجابه مش عندي، اسأل صاحب الشقه. انا اللي توقفت سنه 87 في فتره النقله اللي هي بتاعه المقاولات، في حاجه من اتنين، يا بيع نفسي يا بيع السينما، فانا فضلت ابيع السينما. محمد صبحي بالنسبه لي قفل اللعبه، عمل كل حاجه حرفيا كان ممكن تتعمل. يعني يلعب كوميدي ده كده كده الكار بتاعه، ولو قلد مش هيقلد اي حد. والله بالنسبة للديون احنا عندنا ديون فظيعة، في ديون وهتدفع مش عايزة مناقشة.
يعمل مسلسل سياسي من الدرجه الاولى يقلب الدنيا، اعاد اعمال قديمه زي مسرحيه لعبه الست عن فيلم لعبه الست لنجيب الريحاني، مخرج مسرحي عملاق من ضمن مسرحياته اللي اخرجها مسرحيه سكه السلامه اللي معظم الكاست كان بيبقى على خشبه المسرح طول فتره المسرحيه، يعني كان بيمثل دوره وبيقود فريق تمثيلي كامل كلهم تقريبا على المسرح في نفس الوقت، كل ده باشارات بعينه وبايده من غير ما الجمهور يحس او ياخد باله. الحقيقه انا مبسوط جدا اني بتكلم عن محمد صبحي، وحتى لو شاف الفيديو ده 100 واحد بس وحسوا اللي انا قلته وقالوا جواهم كلام اكتر فبالنسبه لي ده كفايه جدا، لانه صبحي واحد من الفنانين اللي حببوني في الفن من وانا صغير واثر فيا بشكل كبير، ولسه بنبهر لحد دلوقتي بمسرحه المختلف عن اي مسرح وافلامه الذكيه والمسليه واللي افكارها مش شبه اي افكار تانية. محمد صبحي صاحب نظره عميقه ورؤيه سياسيه واجتماعيه وتجاربه مستحيل تتنسي، وابداعه هيفضل عايش لسنين كتير. يا ريت لو وصلت للجزء ده في الفيديو ادعي له ولو في سرك ان ربنا يشفيه.